بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. هوذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن يهوه قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. رسالتك النهاردة بشفاعة أمنا الحنونة العذراء مريم أم النور، بركة صلواتها وشفاعتها تكون معانا كلنا. بتطمنك وبتقولك اطمن جدا يا ابني، في حاجات انت بتفتكر انها تأخير، بس في الحقيقة هي ترتيب، وترتيب رائع جدا لحياتك. ربنا دايما بيعطي الحاجات الصح في الوقت الصح. مهما اشتدت العتمة النور جاي أقوى مما تتوقعه. الكتاب المقدس بيقول إلهي يحول الحزن إلى فرح والدموع إلى ترنيم. مزمور 30 عدد 5. عدي اللحظة دي بقلب مليان إيمان، مش مجرد وقت صعب، دي مرحلة هيبقى وراها نور وفرح وسلام عظيم. ثق إن ربنا شايفك وبيشتغل علشان الخير اللي جاي، لأن مع يسوع النهاية دايما حلوة قوي. إلهنا دايما صالح وعارف هو بيعمل ايه كويس، بيسمح بايه وبيمنع ايه، لإمتى وليه. هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل، هو له كل المجد، بيهتم بقضيتك فسلمها له ودع قلبك يستريح. ثق انه سيعطيك ما طلبت، هيستجيب لصلاتك لأنه لا يخزي منتظروه. اطمن، كل اللي زرعته وانت تعبان بكرة هتحصده وانت فرحان، علشان ربنا ما بينساش تعب حد. هتشوف نتيجة تعبك أضعاف الأضعاف، علشان إلهنا أمين وعادل. الرب سائر أمامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك. لا تخف ولا ترتعب. في لحظة معينة هتحس إنك مشيت كتير، بس مش لوحدك. هتعرف إن كل دمعة وكل خطوة وكل وجع كان بيتحسب وبيتحوش لليوم اللي ربنا هيفرحك فيه فرحة كبيرة قوي. فرحة تشيلك من على الأرض وتبهرك وكلها حصاد. ما تقلقش ولا تفكر كتير. ثق إن في حاجات كتير بالورقة والقلم ما تنفعش، بس مع ربنا تنفع. خليك واثق في خطته لحياتك، ليكن اتكالك على الرب. ثق إنه سيكون لك في المستقبل أكثر مما كان لك في الماضي. هيخرجك من كل ضيقة. إلهنا دايما عنده مخارج كتير. مهما كنت حاسس بضعف، بتعب، بصغر نفس، بقدرات وإمكانيات محدودة، ربنا بيقولك النهاردة مش بيك انت خالص، لكن بقوته. زي الآية ما بتقول لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. هيدافع عنك، هيحميك، هيشددك ويقويك، وهيجعلك منتصرا. خزائن الله أوسع من أحلامك. الآية بتقول كل ما تتمناه مني أفعله لك. سيفعل لك ما تتمناه. ربنا مش ناسيك ولا سايبك لوحدك في وقت ضيقتك. ربنا فاكرك باستمرار وبيرتب لك طريقك. ثق في إلهك وسيبها عليه. هو مش ناسي تعبك ولا دموعك ولا صلواتك. الخير جاي، الخير جاي في طريقه ليك وأجمل مما تتخيل. هيرتبها لك، هيستخدمك لمجد اسمه. كل اللي عليك بس
إنك تصلي وتتعلق بيه وتتكلم معاه كصديق، علشان تعرف تسمع صوته الحلو. بيلمس الحزين اللي قلبه بيوجعه، وبينادي على اللي تاه وبحب يرجعه، وعينه مفتوحة على اللي تعبان سنين وسنين، وبيبعتله سلام لروحه ويشجعه. إلهنا يسوع المسيح بيطبطب عليك وبيقولك أنا حاسس بيك وبحبك ودايما جنبك. أوقات كتير مش بتلاقي حد يحس بيك، وكأنك وحيد في الدنيا دي، بالرغم من إن في كتير حواليك. مش بتلاقي حد يحبك بجد. وقت الضيقة والمشكلة بتلاقي الصحاب مش موجودين، ولا حتى أقرب الناس ليك. وقت الدموع مفيش صديق ولا معين. بترفع عينك للسما، بتلاقي رب المجد يسوع مش بعيد، وانت مش وحيد. هتلاقي فين سلام واطمئنان أكتر من إنك تعرف إنك في إيده ومنقوش على كفه، وإنه لما بيسمح بألم ده علشان يشددك ويقويك. بيمسح بإيديه الحنونة دموع عينيك. ثق إنه هيحللك المشكلة وهيرضيك وهيعوضك عن كل اللي فات، وعن كل لحظة صبر هيعوضك عنها عوض ما تتخيلوش. ثق إن نهاية العشم فيه بتكون خير كتير. معاه مفيش حزن ولا وجع ولا توهة. ثق إنه رب المعجزات بإيده كل أمنية، وأي دعوة مهما كانت بقدرته هتبقى حقيقة في ثانية. يسوع الوحيد اللي بكل حب يقدر يطيب الخاطر ويحول الحزن لفرح كبير ما يتوصفش. ربنا بيحبك وسندك وهيساعدك، بيجول حواليك في حياتك في كل مكان انت فيه، وبيصنع لك دائما الخير. اطمئن مهما كان حزنك. جرب تقرب من ربنا، هتشوف نفسك بصورة تانية خالص، صورة جديدة وجميلة. حتى نبرة صوتك هتلاقيها بتتغير، هتبقى هادي الطبع ووديع ورقيق المشاعر. ووجهك اللي من كتر وقفتك قدام ربنا وانت بتصليله هتلاقيه هو كمان بينور وبشوش. ده يسوع هو الطبيب الشافي لكل مريض، هو عزاء لكل حزين. اطمن جدا وعيش في حدود يومك زي ما هو. لا الماضي بيرجع ولا المستقبل مضمون. اسعد نفسك بنفسك وثق انه هيغير لك ظروفك ويحول حزنك لفرح. هو عالم بتعبك وعالم بضعفك. هو عارف انك تعبان ومكتئب ويائس وحزين، لكن بطمنك عمر ما حد بيمشي مع ربنا يسوع المسيح ويبقى حزين وتعبان. خليك واثق فيه، وإن لديه القدرة على تحويل خوفك وحزنك لمشاعر وأشياء جميلة. إلهنا رائع في محبته ورحمته. ده هو له كل المجد، مصدر الحنان والاطمئنان والسلام. اطمن بوجوده في حياتك، ومهما تأخر ثق انه لابد سيأتي ولو في الهزيع الأخير من الليل. فانتظروا بقلب قوي، وافتكر انه لما استلم يوسف ممزقا قلبه قبل قميصه من شدة حزنه على ما حدث من اخواته ومن الظروف اللي مر بيها، لكنه رأى يوسف يد الله تحيي وتشفي جرحه ليخلق منه يوسف آخر. إلهنا بيشفي من العمق ولا يغلق على الجرح من الخارج فقط. فخليك واثق فيه واذكر وعوده الجميلة، حينئذ ستتعزى من كل ضيقاتك وتفرح. آمين.
بركة وصلوات أمنا العذراء مريم تكون معانا كلنا. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم. قناة مريمينا مفرح القلوب.